السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم واحلى اخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير. ده ان شاء الله معجون اللهلوبة اللي هنعمله مع بعض النهاردة. انا مسمياه معجون اللهلوبة لانه بجد متعدد الاغراض، هنعمل بيه حاجات كتير. هنغسل بيه الحيطان، هنغسل بيه البوتاجاز، هنغسل بيه الحوض، وبجد بيدي لمعة حلوة قوي للحلل، جميل جدا جدا. هو في مقطع يا حبايبي اتحذف مني، وانا بحط معلقتين 3 كده فري، يا ريت تحطوهم بجد. الوصفة دي جميلة وعاملينها من مكون احنا بنرميه، وهو قشر اليوستفندي، قشر البرتقال. المكون ده احنا اصلا بنرميه، عملنا بيه احلى وصفة، بجد احلى وصفة. هتقضيلك على اصعب الدهون الموجودة على الحيطان، الموجودة في الحوض، في اي مكان، حتى في الارضيات لو فيها اي دهون بيشيلها. بجد روعة روعة روعة. والمكونات اللي حطيناها فيه بجد مش مكلفة خالص، حاجات بسيطة جدا موجودة في مطبخك، واحسن من اللهلوبة اللي احنا بنشتريها من بره. يعني دي احنا بنشتريها غالية، احنا هنا بنعمله بحاجات بسيطة مش مكلفانا اي حاجة، بجد روعة. احسن من بتاع الشركات ده اللي احنا بنشتريه. يا ريت تجربوها، بجد روعة. ايه رأيكم بقى يا حبايبي؟ بجد الوصفة دي رائعة رائعة، حلوة قوي قوي، يا ريت تجربوها. بجد. والحاجات اللي احنا حاطينها مش مكلفانا اي حاجة، هتشوفوها ان شاء الله في الفيديو وهتعجبكم. والمكونات دي كمان حلوة قوي في التنظيف. ان شاء الله تنول اعجابكم. يلا بينا على الوصفة عشان نشوف احنا ازاي عملناها مع بعض. قبل ما نبدأ الوصفة هنسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اول حاجة في الوصفة بتاعتنا معانا كده قشر يوستفندي، او زي ما انتم شايفين كده اهو. انا هرفعه على النار، احط ميه. انا طبعا عايزاه معجون، فانا مش هزود الميه قوي. تمام، هتحطي كده شويه تغطيه بس كده زي ما انت شايفه. تمام، انا هرفعه على النار وارجع لكم تاني. اهو يا حبيبي انا رفعته على النار زي ما انتم شايفين كده اهو. انا بقى هسيبه لغايه ما يستوي وانزله على النار وارجع لكم تاني. اهو يا حبايبي بقى نزلته من على النار زي ما انتم شايفين كده بعد ما استوى اهو. تمام، بصوا يا حبيبي انا هاخد بس شويه ميه منه كده، انا محتاجه شويه منه من العصير ده اهو. انا عايزه حوالي بس اقل من ربع كمان اهو، اقل من ربع. لحظه واحده، هبتدي يا حبايبي بقى قبل ما اضربه في الخلاط. ادي معلقه بيكربوناته، هحط كده حوالي 2 معلقتين. لحظه واحده اهو، كده معلقتين كربوناته. تمام يا حبايبي، معلقه ملح ليمون، شايفين بيفور ازاي اهو، زي ما انتم شايفين كده. انا بقى هحطه في شفشق الخلاط اضربه وارجع لكم تاني. اهو يا حبايبي بقى بعد ما عملته في الخلاط اهو بقى عامل ازاي معجون. بصوا يا حبايبي بقى عامل ازاي، جميل جدا اهو. انت طبعا ما تزوديش الميه زي ما انا عملت قدامك كده، ما تزوديش الميه خالص عشان ما يبقاش معاكي سايل، لكن انا عامله ازاي زي المعجون. تمام، بعد كده هحط ده 7 اهو، هحط كده شويه منه. لحظه واحده اهو، هحط حوالي كده معلقتين. جميل جدا برضو في التنظيف، حلو قوي قوي. هكمل بقيه الشويه كده حوالي 3 معالق كده. تمام، يبقى انا بعد ما عملت القشر حطيت عليه ميه، ما غطيتوش قوي، وبعد كده حطيت عليه معلقتين بيكربونات الصوديوم. بيكربونات الصوديوم عاملينها على القناه سهله جدا جدا، وحطينا معلقه ملح ليمون برضو عاملينها على القناه، ضربناه في الخلاط. بص بقى شبه المعجون كده اهو. بعد كده حطيت 7 اهو، حطيت حوالي 3 معالق كده. التنظيف تحفه بجد تحفه. انا كنت واخده شويه بقى من العصير اهو زي ما انتم شايفين كده، هاخد منه شويه مش كتير اهو. لحظه واحده اهو يا حبايبي، العصير اللي انا اخدته منه هبتدي احط فيه دي معلقه صغيره صودا او بوتاس او حجر تسيك المجاري في بعض الدول.
او كترونه اهو. هدوبه. مش عايزه تعملي تحطي المكون ده اللي هو الصودا، مش مشكله خالص، بس انا بحب احطه في المكون عشان يعني ما بحطه يعني ايه بيطلع اي دهون اي حاجه بسهوله جدا. طبعا من غيرها برضو المكونات اللي احنا حاطينها حلوه قوي اهو. طبعا تكوني فاتحه الشفاط عشان الريحه بتاعته. هنحط كده المعلقه اهي ونقلب. بصوا عامل ازاي بجد تحفه. انتي هتغسلي بيه مثلا بوتاجاز، هتغسلي بيه حوض، تغسلي بيه مواعين، بجد تحفه تحفه تحفه. ويا ريت لو عندك جريسلين تحطي معلقه كبيره، تمام، عشان مثلا اللي عنده حساسيه ولا حاجه اهو. جميل جدا جدا. واللي مش حابب يحط معلقه الصودا، يعني هي معلقه صغيره قوي يعني مش هتاثر. مش عايزه تحطي معلقه الصودا مفيش اي مشكله، تمام. انا بقى بصراحه بحب احط الصودا لانها بتنظف التنظيف بتاعك جميل جدا. بصوا اي دهون بقى يعني هتقضيلك عليها. لحظه واحده. طبعا انت لو عندك ده هيبقى احلى معجون لهلوبه. بصوا لو عندكم علبه لهلوبه زي دي ممكن تحطي فيها، تمام اهي. علبه زي دي، ما عندكش تحطي في علبه عاديه خالص، بجد هيبقى احسن من اللهلوبه دي اللي احنا بنشتريها وتبقى غاليه من بره. بجد معجون اللهلوبه اللي احنا عاملينه ده بجد الريحه بتاعته وانا حطاه على النار تحفه، بجد ريحته تجنن اصلا. كان يعني زي المعطر كده، ريحته حلوه قوي قوي قوي. لحظه واحده بقى افضيه. بصوا عامل ازاي روعه بجد. بصوا انتي طبعا ما تزوديش خالص سوائل، امشي على نفس الوصفه بالظبط. يعني هيبقى عامل زي المعجون زي ما انتوا شايفين كده، مش يعني ايه عشان ما يبقاش خفيف منك. ايه رايكم بقى يا حبايبي؟ عملنا احلى معجون هيقضي على اصعب الدهون. معجون اللهلوبه عملناه بوصفه، يعني عملناه من حاجه بنرميها، من قشر البرتقال. بجد وقشر البرتقال ده ريحته بجد تحفه روعه. جربوه بجد مش هتندموا ان انت تعملي الوصفه دي، بجد حلوه قوي. الريحه بتاعتها حلوه. وطبعا المكونات اللي احنا حطيناها فيها بجد هتقضي لك على اصعب الدهون لو غسلتي بيه البوتاجاز او الحوض او الحلل. يعني لو غسلتي بيه اي حاجه هتخليها لك زي الفل. يا ريت يا حبايبي لو بتعجبكم الوصفات بتاعتي تعملوا لي اشتراك فضلا وليس امرا. يا ريت يا حبايبي ما تنسوش اللايك، عشان اللايك ده هو اللي بيرفع الفيديو وعشان يوصل لكم اي حاجه جديده انا بقدمها على القناه. ايه رايكم بقى يا حبايبي؟ بجد تحفه. جربوه. ادعكي بيه حتى الحيطان، لو دعكتي بيه الحيطان فيها اي دهون هتقضي لك على اي دهون على الحيطان. حتى لو في الارض برضو فيها دهون اغسلي بيه حلوه قوي قوي. حوض الحمام، حوض المطبخ، فرن البوتاجاز، بجد حلوه قوي قوي قوي. يا ريت ما تنسوناش باللايكات. ايه رايكم يا حبايبي بقى؟ بصوا عامل ازاي لونه كمان تحفه، بجد حلوه قوي قوي. يا ريت لو عجبكم الوصفه تكتبوا لنا في التعليقات، ولو عايزين اي وصفه تانية اكتبوا لنا في التعليقات. يا ريت ما تنسوناش باللايكات، ويا ريت تعملوا لنا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.